السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، حبايب ملعوبة بودكاست. أهلا بكم معايا تاني، والأسبوع ال16 من البريمير ليج اللي فيه ديربي مانشستر، والدنيا كلها منتظرة إيه اللي هيعمله أموريم لما يقابل جوارديولا لتاني مرة، بس المرة دي مع المان يونايتد. المباراة مهمة جدا جدا. تعالوا نشوف إيه الأخبار اللي عندنا وإيه الماتشات المهمة اللي هنتكلم عنها في الأسبوع ال16. أول ماتش معانا يعتبر من الماتشات المهمة. أرسنال الساعة 5 إن شاء الله هيقابل إيفرتون التوفيز عاملين ماتشات كويسة، بس المشكلة التذبذب اللي بيحصل فيها. هل هيقدر أرتيتا بعد ما لعبته يعني شبه مستهلكة في لعيبة معينة كده بتعمل دقايق كتيرة جدا جدا مع أرتيتا في الفترة الأخيرة، زي رايس، زي أوديجارد من ساعة لما رجع من الإصابة، زي ساكا بيلعب كتير جدا جدا. مارتينيلي صحيح بدأ يتدور وبيقعد ساعات، لكن التدوير ده اعتقد انه مش كافي. الدقايق اللي بتلعبها لعيبه ارسنال والضغط بتاع الماتشات اللي بيعمله ارسنال، خاصه بعد الماتشات اللي زادت الموسم ده بالذات في التشامبيونز ليج، ضغط على كل الفرق بتاعه انجلترا بالذات، خاصه في الفتره اللي فاتت دي في البوكسنج دايز. عامه الارسنال هيلعب الماتش ده بنفس الغيابات، عنده بين وايت وتومياسو نفس الكلام، نفس نقط الضعف، نفس نقط القوة. الغريب في الموضوع هو عدم إشراك ستيرلينج دقايق كافية. يعني هل ستيرلينج في الماتش ده بالذات هيكون له دقايق أكتر من اللي كان بيلعبها في الفترات اللي فاتت دي، خاصة إن ستيرلينج يعتبر مرتاح، الدقايق اللي لعبها قليلة جدا وموجود وجاهز بدنيا. أعتقد إن مباراة زي مباراة إيفرتون ممكن ستيرلينج يلعب فيها ويكون عنده المساحات اللي يقدر يبين فيها للجانرز ان هو لسه في الفورمه ولسه هيكون مفيد لارسنال قدام. مازال ارسنال بيلعب بنفس الطريقه. مفتاح اللعب المهم جدا جدا ساكا مع اوديجارد، التناغم الرهيب بين الاثنين، وعوده اوديجارد حسنت من اداء ساكا كتير وعلت ارقامه. مازال ارسنال بيعاني، واحنا مع بعض تابعنا جابرييل وهو بيضيع الكور واحدة ورا التانية لحد ما ادى الاسيست لساكا. البرازيلي هي دي عادته، هو مش سترايكر صريح وبيضيع اهداف كتير زيه زي كاي هافرتز. اللعيبه دي لعيبه متحركه يمكن تصنع لعب، صحيح المهاره اعلى شويه عند البرازيلي، لكن مازال حته الفينش وحته الاحساس جوه الصندوق هو فين ومكانه صعب عليه، مش بتاعته. وهي دي امكانياته اللي المفروض ارسنال وهو كان رايح يشتريه كان عارف الكلام دوت. الماتش خاصة في الظروف اللي حاصله دلوقتي يعتبر صعب. ايفرتون طمعان في ال3 نقط، ايفرتون بيقدم مباريات، كسب ماتشات مهمة ويكون منافس دايما على التواجد في البريمير ليج. عامة المدفعجية في المباراة دي هيستعينوا بالجمهور، لأن المباراة على الإميريتس ستاديوم ومهمة جدا بالنسبة لهم الدعم الجماهيري والحالة اللي بتعملها الجماهير بتاعة الإميريتس. وطبعا معروف عن جماهير أرسنال لها صبورة وبتحب فرقتها بشكل رهيب، بتاخد بطولة وراها، ما بتاخدش بطولة وبالسنين وراها برضو، وتلاقي الاستاد مليان معظم الأوقات ومن أغلى التذاكر اللي موجودة في البريمير ليج، ومع ذلك الاستاد بيبقى مليان دايما. نقط الضعف زي ما اتكلمنا هياها بارتي وفي الدفاع في أرسنال، لكن نقط القوة في الماتش ده كتيرة بالنسبة لأرسنال. تألق ساكا هي هتبقى مشكلة الإجهاد، إن هو لازم يرتاح شوية، لكن مازال ساكا هو الحل. أوديجارد عودته كانت مهمة جدا جدا وعملت انطلاقة جميلة. بارتي لما بيلعب على الطرف اليمين وحاجة يعني بصراحة برافو أرتيتا، يعني غريبة محدش كان يتوقعها، بيلعب وبيأدي، لكن في ماتشات معينة ينفع تستعين بيه بالشكل ده. الماتش ده طبعا مش هينفع يلعبه باك رايت، هيكون موجود في مكانه عادي في نص الملعب، لأن مازال البديل غير متاح. وزي ما اتكلمنا عن جورجينيو الدقايق اللي بيلعبها نتيجة لأنه هو مش ارتكاز، هو لعيب بيحب يصنع لعب وليه ماتشات معينة اللي ينفع يلعب فيها. عامة ايفرتون هيحاول بالحماس وبالتكتيك القوة والبدنية، وحظه طلع حلو ما قابلش ليفربول وجاي مريح ومرتاح، واللعيبة ما فيهاش في دماغها اي حاجه غير مباراه الجانرز. بقالهم فتره بيحضروا الماتش ده من ساعه لما تاجل لقاء الديربي بتاع الميرسيسايد. عامه هيحاول شون دايتش ان هو يحول اللعب
الى التحامات ثنائيه ولعب خشن، لان هو هيكون في الحته دي افضل، ويحاول يحد من خطوره ارسنال ومن طريقه اللعب اللي بيلعبوها. هيلعب 4-5-1، وفي الغالب هيحط يعني واحد بس زي ما اتفقنا قبل كده وكنا بنتكلم على الميرسي سايد. هو في الفرق قدام الفرق الكبيره بيحط مهاجم واحد سواء بيتو او كالفرت لوين، واحد منهم هيقعد يخبط في الدفاعات، يحاول يختار كوره واحده عبد الله دوكوري يستلمها ويحاول يديها له، يخطف هدف او حاجه ويستغل الثغرات اللي موجوده في نص ملعب ارسنال ويحاول يسيطر هو على المكان ده زي ما اتفقنا بالالتحامات وبالخشونه، بحيث انه ما يجريش ارسنال او يسيب ارسنال يلعب كورته، لان هي دي اللي هتخلي ارسنال يكسب. هتلعب كورتك وهتنقل كرة كتير وهتلاقي ثغرات، طبعا ارسنال هيكسب. لكن لو حاولت ان انت باي شكل من الاشكال انك تلعب كرة خشنة، ده بيضايق ارسنال وتقفل عليه المساحات، ده برضه هيضايق ارتيتا. هنشوف ارتيتا ممكن يعمل ايه في الماتش ده قدام شون دايتش، ويلا بينا على الماتش اللي بعده. ونروح للماتش اللي بعده، ليفربول على ارضه في الانفيلد قدام فولهام مع ماركو سيلفا، الفرقة اللي دايما بتحب تضايق الكبار وتضيع منهم نقاط بعد الفوز بتاع تشامبيونز ليج اللي بأقل مجهود. ورقم صلاح الجديد القياسي ب50 هدف في الدوريات الأوروبية، محمد صلاح بيكسر الأرقام بيكمل، وفي أنباء كتيرة عن تجديد عقده لمدة 2 وإن محمد صلاح موافق ومرحب جدا وإنه مش عايز يمشي من ليفربول. مناوشات في باريس سان جيرمان، مناوشات في الكلام على برشلونة، لكن الأكيد إن محمد صلاح عايز يستمر مع ليفربول، ومعظم الجماهير محتاجة إن تشوف محمد صلاح أكتر مع ليفربول، والناس كلها بتدعم قرار البقاء بتاع محمد صلاح في البريمير ليج خاصة مع ليفربول. هنشوف الماتش ده ماتش مهم جدا بالنسبة لليفربول إنه يكمل انتصاراته، خاصة إن هو بالنسبة له في مباراة مؤجلة، والمباراة دي هتعمل شوية فرق في النقط مع تشيلسي ومع ارسنال. الوقت مان سيتي خلاص محتاج نقط كتيره علشان يرجع، لكن تشيلسي بقوه بيكمل الاداء الجامد مع انسو ماريسكا، وما زال الدوري في الملعب. وزي ما اتفقنا قبل كده في فرق كان بينها وبين الاول 12 نقطه وقدر انها تحصل على الدوري في حاجات مدهشه ما بنشوفهاش غير في الدوري الانجليزي. فبالطبع ارن سلوت عايز يكمل على الفوز ده. ارن سلوت مازال بايبو او ابراهيم كوناتي مازال مش موجود، صحيح زي ما اتفقنا عندك جو جوميز بيلعب في الحته دي كويس، لكن زي ما قلنا بيعمل هفوات وما تقدرش تضمنه. هيكون كونسا متاح. طريقه لعب ارنولد في المباراه دي مهمه جدا، ان هو ما يسيبش مساحات وراه، لان هي دي اللي هيلعب عليها ماركو سيلفا. ماركو سيلفا بيحب يلعب قدام الكبار لانه بيقفل الملعب وبيستفاد من سرعات، سواء سرعة أويبي في الباصات بتاعته وسرعة المهاجمين سواء راؤول خيمينيز أو أداما تراوري، المهاجمين اللي بيحبوا الكرات على طول من كرة واحدة يقدر يخلص. ودينا شفنا الماتش بتاع أرسنال والضياع النقطتين في سباق الدوري خلت تشيلسي هو اللي بقى التاني حاليا. ماركو سيلفا بيلعب بتكتيك معين، مش بيقفل وخلاص. يعني في مدربين كتير جدا بيحبوا يقفلوا وخلاص زي جون دايتش، زي احيانا ستيف بروس اللي يفتكروا، زي مدربين كتير تحس ان هم يعني في تحجر شويه في الطريقه. لكن طريقه ماركو سيلفا انه ساعات ممكن يستحوذ وساعات يسيب لك الكوره، ساعات يقفل وساعات يحاول ان هو يهدف، فدي هتبقى مشكله قدام ارن سلوت التعامل مع ماركو سيلفا في المباراه دي. فولهام جاي طبعا زي ما اتفقنا مرتاح، لعيبته ما فيهاش التعب الكبير، لكن عنده مشكله في غياب كالفين المدافع السنتر باك رقم 3 الاسمراني النيجيري. مشكله عدم تواجده، انا اعتقد انها مشكله كبيره، خاصه ان هو يعني بيعتمدوا عليه في الخشونه وفي ضربات الراس الكور العاليه، وممكن يسبب يكون نقطه ضعف في دفاعات فولهام اللندني. هنشوف ليفربول عنده اسلحته كلها متاحه. ارن سلوت بطريقته المعتاده 4-3-3 هيكون مشكله ماكا، الايقاف بتاع ماكا او ماكاليستر مش هيكون موجود، لكن زي ما اتفقنا هو هيحط جونز وهيحاول يحسن قاعده المثلث بوجود سوبوسلاي، وانه يرجع شويه ويحاول يساعد في الضغط على الفريق.
وفولهام زي ما اتفقنا مش هيكون كتير مؤثر في نص الملعب، هو هيحاول يستلم بسرعه، ينقل الكره لقدام ويحاول ان هو يخلي الريتم سريع ويقفل الملعب على قد ما يقدر ويحاول يعمل الهجمات المرتده اذا كان اداما تراوري. وانا اعتقد ان المباراه دي لازم اداما تراوري يكون موجود لانه بيلعب ناحيه روبرتسون، واحنا عارفين تهور روبرتسون ممكن ياخد منه فاولات، ممكن ياخد منه بينالتي محدش ضامنه، لكن هو بيأدي مستويات كويسه وحسب الامكانيات اللي موجوده اعتقد ان فولهام عنده فرصه يضايق ليفربول على ارضه في الانفيلد. المباراه دي هتكون مثيره الساعه 5 يوم السبت ان شاء الله، نستمتع بيها مع بعض، وبتمنى التوفيق لابننا محمد صلاح. وبالمره كده نقول خبر تجديد العقد لفان دايك. الناس اللي كانت بتتكلم بتقول السن، فان دايك اكبر من محمد صلاح وجدد لحد 28 اظن كده يعني ما عادش حد يتكلم على السن تاني. هنشوف ايه اللي هيتم. محمد صلاح انا اعتقد ان هو قريب من تجديد عقده. عامه هنشوف ليفربول هيعمل ايه في الماتش ده، وان شاء الله تكون مباراه كويسه. ويلا بينا على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده اللي معانا القمه بتاعه الاسبوع وديربي مانشستر اللي هيوقف انجلترا كلها على رجل، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ارض الاتحاد. جوارديولا خسر تاني وطلع سقف للجماهير تاني، والجماهير مستحمله وطبعا مبسوطه بتواجد العبقري الاقرع جوارديولا ميجا مايند. جوارديولا مش قادر يحل المشكله، حتى لو بيحلها الوقت جزئي، يعني وقت في المباراه بيبقى الحل مش من عنده. الفرقه اللي قدامه عارفه طريقه لعبه وعارفه ان هو عايز يستحوذ وعايز يعمل، الطريقه بقت محفوظه، يجيب الكره من هنا يحطها هنا ويجيب الكره من هنا يحطها هنا. مفيش حد بيعمل فرق غير تواجد دي براونا اللي صنع كورتين خطيرتين، وفي واحده منهم يعني كانت يتهيألي جون 100%، لكن قدر الحارس انه يشيلها من هالاند بعد ما رفعها كويس من فوقيه. لكن يعني بجد تألق رهيب من حارس يوفنتوس في الشامبيونز ليج. خسر 2-0. طريقه تياجو موتا كانت متعارف عليها، هيقفل وهيحاول يستغل الثغرات اللي موجوده، وفعلا قدر ان هو يستغل الثغرات اللي موجوده سواء من على الاطراف او من نص الملعب، وكانت واضحه جدا. الماتش ده مهم جدا، واحنا عارفين ان الديربيات بتبقى قد ايه الجماهير متحمسه وفيها دفعه كويسه للي هيفوز. اموريم فاز على جوارديولا 4-0، وده تحدي كبير ليه لانه فاز بفرقه كان مستقر معاها، كان عامل مختار لاعبتها وحط تحت دي 5-6 خطوط، هو اللي مختار اللعيبه وهو اللي عامل الفرقه، غير فرقه اليونايتد اللي جاي على فريق موجود اوريدي وعلى منظومه اوريدي موجوده. مشكله روبن التذبذب بعض اللعيبه والمزاجيه اللي بتحصل ساعات، وشفنا راشفورد في مباراه اليوروبا ليج تقريبا يعني كان باداء بهتان شويه. مش كل مره بتشوف راشفورد بالاداء الفظيع اللي ساعات بيقدمه، لكن الماتش ده محفز لراشفورد ومحفز لكل اللعيبه. الماتش ده ديربي ومهم جدا قدام مانشستر سيتي، ان اليونايتد يثبت انه قادم مع روبن وراجع تاني للمنافسه. برونو فرنانديش بيقدم مباريات كويسه، هويلاند كان مقعده مخصوص علشان يريحه ويلعب في المباراه دي، فهويلاند اعتقد هيكون اساسي. هويلاند في الماتش ده لا غنى عن تواجده، يعني لو قعده اموريم واللي احنا لسه بنحاول نقراه واحده واحده، لكن هو لو قعده في الماتش ده يبقى غريبه جدا الصراحه. الولد بيقدم مستويات كويسه، وهو اللي عمل ريمونتادا قدام الفرقه فيكتوريا بيلزن. انا مش عارف ازاي اليونايتد كان هيخسر منها، الحمد لله اليونايتد عاد الشياطين الحمر وفازوا 2-1. جماهير اليونايتد مبسوطه بالموضوع. طبعا الماتش ده هيكون مؤثر شويه على اداء اللعيبه والاجهاد اللي ممكن يكون حصل، لان اللعيبه قدمت مستوى يعني مجهود بدني كبير جدا في الماتش دوت. وهنشوف هويلاند هيعمل ايه قدام السيتي. الفراغات اللي حاصله في 4-1 اللي بيحاول جوارديولا يحولها ل3 في القلب، ويخش واحد من الباكات في نص الملعب يضم على اللي موجود اللي هو الالماني الكاي جوندوغان. بصراحه جوندوغان صعبان عليا، طريقه اللعب دي صعبه عليه جدا، وهو اصلا مش ارتجاز زي ما احنا اتفقنا، والمجهودات اللي بيعملها بيحاول ومع ذلك الفرقه برضه بتخسر وبيكون في ثغرات في نص الملعب. هنشوف الماتش ده، يعني المفروض اموريم شايف النقطه دي زي ما كلنا شايفينها، والمفروض ان هو هيحاول يلعب على الحته دي ويحط برونو فرنانديش بالاداء
الجميل اللي بيعمله معاه من ساعه لما اداله الثقه واداله المساحه ان هو يستخدم المساحات والفراغات اللي موجوده. اللعيبه هتحاول تنشن عليه، هتحاول انها تديله الكوره، هو ليه بصمته وهو ليه طريقته، وهيحاول يصنع الهجمات للفراوده بتوعه. المان سيتي محتاج ان هو بدري يحاول يحرز اهداف، يحاول يستخدم دي براون في صنع اللعب، وسريع هالاند يحاول يحط اهداف ويستخدم مشكله المنظومه الدفاعيه اللي مش قادر لسه اموريم يعمل فيها حاجه. المنظومه الدفاعيه عند الشياطين الحمر سيئه وواضحه جدا، ان مليانه ثغرات وهفوات. حتى اونانا يعني تسبب في جون ملوش اي لازمه اللي احرزه فيكتوريا بيلزن. واونانا على قد ما ليه تصديات رهيبه، على قد ما هو تحس شويه ان هو يعني بيفقد تركيزه كتير جدا، وساعات بيعمل باصات بتضيع مجهود الفرقه تماما. الفرقتين عندهم الدوافع، جوارديولا وابنائه في مانشستر سيتي محتاجين انهم يرجعوا تاني للاداء القوي وانهم يكسبوا وعلى ارضهم. الماتش ده عايزين نسقف للجماهير واحنا كسبانين، فطبعا هيحاول زي ما اتفقنا يستخدم الفهد الاسمراني دوكو، ولو عمل حاجه تانية غير كده يبقى غريبه جدا. سافينيو قاعد في الثلاجه، ويعني انا مش قادر برضو افهم طريقه تفكير جوارديولا في حته ان اللعيب يتالق وبعدين يقوم مقعده. هنشوف سافينيو اذا كان جاهز بدنيا، المفروض ان هو يكون موجود. دوكو سافينيو عملوها كويس الاثنين مع بعض، خاصة ان سافينيو بيتميز بحتة انه بيضم لجوه وبيرفع وبيعمل باصات كويسة، زي الهدف اللي شفناه في ارسنال لما بارتي ساب المساحة لسافينيو، وسافينيو قدر ان هو بمهاراته يصنع الكرة لهالاند واحرز الهدف بمنتهى السهولة. لو هالاند هتموله بكور كويسة هيجيب اهداف وهيسجل، خاصة ان المنظومة زي ما اتفقنا الدفاعية في مان يونايتد لسه ما استقرش عليها اموريم. مين الاساسي؟ اليساندرو ولا هاري ماجواير ولا مين بالظبط؟ ولا ايفانز يمكن ابعد واحد، لكن مازال هو مش عارف ايه المشكله في المنظومه الدفاعيه. نصير مزراوي المفروض انه يكون الماتش ده مركز جدا ومهم تواجده. دييجو دالو صحيح بيقدم كويس، مستويات كويسه على الجنب الشمال، لكن هل هيكون فعال اذا كان لاعب سافينيو احنا عارفين راجل مهاري، والمهارات اللي بيعملها دي هل هتنفع قدام دييجو دالو، خاصه ان هو بيلعب برجليه اليمين لو لعب ناحيه الشمال. عامه هي مش واضحه. اذا كان مالاسيا موجود بيقدم مستويات كويسه وعائد من الاصابه، هل هيعتمد عليه بشكل اساسي في المباراه دي ويبقى بالنسبه له عمل اللي محدش متوقعه؟ مالاسيا لعيب كويس، وقبل ما يتصاب كان مبسوط بيه جدا كابتن تنهاغ بوحة صباح اللي وحشنا والله. لكن هنشوف يعني في الاربعه اللي ورا ومشاكل نص الملعب، إريكسن ساعات، كاسيميرو، هنشوف اوجارتي واحد من الثلاثه دول او اثنين معاهم، وكوبي ماينو. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي في نص الملعب. لسه احنا بنحاول نقرأ البرتغالي، لكن قدامه مباراة يعني هيحب ان هو يفوز بيها. تواجد اماد ديالو يتهيألي مهم جدا، تواجد هويلاند يتهيألي مهم جدا. هنشوف مين اللي هيلعب برضه في الدفاع ناحية الشمال، هل برضه لويس والتجربة الغريبة اللي بيعملها ديت، ولا لويس هيروح لنص الملعب زي ما بيعملها دايما جنب جندوغان وبيبقى في مشاكل كبيرة. جوارديولا على الشمال، هل ووكر هو اللي يبقى على اليمين؟ هنشوف. محدش يقدر يتوقع بصراحة التشكيلين هيبقوا عاملين ازاي. اموريم لسه بيدرس فرقته وبيغير كتير، ومن الناحية التانية الميجا مايند بيحب اصلا ان هو يفاجئ نفسه قبل ما يفاجئ الناس ويغير حاجات غريبة جدا. وارد جدا تيجي تبص تلاقي ايدرسون بيلعب سنتر فيرويد في الماتش ده. وارد. محدش يقدر يتكلم مع نجم التدريب والعبقري الفيلسوف اللي ممكن يعمل اي حاجه في اي وقت، محدش يضمنه. ومقعد إيدرسون عشان كان اخطا قبل كده وطلع وتسبب في هدف في الشامبيونز ليج، قعدوا كام ماتش، لكن لعب المباراه اللي فاتت وخسر قدام يوفنتوس. هل المره دي برضه تاني هيبتدي يحط الحارس الاحتياطي؟ هنشوف ازاي هتمشي الدنيا ديت. لكن ماتش مهم جدا، وجماهيريا هيبقى يعني الدنيا كلها منتظره الديربي مانشستر، المدينه الجميله في انجلترا. وهنشوف قمه الجوله دي مين هيقدر يتسيد فيها. هل روبن؟ انا شايف ان في بصمات بدات
يعني كرامات كده تظهر للبرتغالي، لكن مازال في مشاكل طبعا، ومازال هو مش هو اللي مختار السكواد ده، ودي مشكله كبيره بتقابل المدرب اللي بيجي في نص الموسم ومش عامل فتره الاعداد ولسه مش واقف على مستوى اللعيبه كلها. والناحيه الثانيه مشاكل العند اللي بدأ بيه جوارديولا لما ابتدى يلعب 4-1 وتسبب في إصابة كوفازيتش، واللعيبة ما بقتش قادرة إن هي تأديها، والطريقة اللي بيعملها مقعد الجوهرة دي براونا كتير جدا، محدش عارف ليه كان بيعمل كده، وطبعا محدش هيعرف. لكن هنشوف الماتش ده هيكون مثير ونتيجته فعلا غير متوقعة تماما، وانا يتهيألي ان الكفة مش راجحة ناحية واحد من الفرق، يعني 50-50. هنشوف مين فيهم يقدر يفرض ايقاعه ومين فيهم يقدر يحرز في الثاني ويقفل على كده. اليونايتد هيحاول ان هو يقدم ماتش كويس، اموريم محتاج الماتش ده جدا انه يقدم ماتش كويس والناس تستحسنه وتشوفه ان هو كويس. والناحيه الثانيه جوارديولا محتاج المكسب، مفيش كلام ان هو على ارضه وان يعوض اللي بيحصل والخسارات المتتاليه اللي ورا بعض. هنشوف مين ليه الغلبه، وان شاء الله المباراه دي هتكون الساعه 6:30 يوم الاحد الممتاز. ويا رب اكون افدتكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله بتمنى لكم مشاهده ممتعه، واشوفكم تاني ان شاء الله مع ملعوبه بودكاست والبريمير ليج. محمد القاضي، سلام.